متحدين نقف، متفرقين نسقط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا بظلمة جهل نتحرر لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر يتفكر. فخواطرنا تلهمنا ولإحسان ترشدنا. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتفكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية جميعا ويبارك فيكم. موضوع حلقتنا اليوم عن رحلة فساد. راح أتكلم عن رحلتي، رحلة الفساد، شنو اكتشفت. الحلقة هذه فيها معلومات رهيبة جدا جدا ومخيفة جدا جدا على عيالكم وعلى بناتكم. شيء مخيف. أنصح الكل يشوف الحلقة ويوريهم هالحلقة ويوري عياله من 14 سنة ما فوق. نصيحة، لا تقولون هذا ما يستوعب، لا تقولون هذا ما يفهم. هذه نصيحة لأن فيها معلومات خطيرة. أنا جازفت بنفسي وتعبت وايد وتأذيت وايد عشان خاطر عيالنا، عشان خاطر إخواننا العرب والخليجيين. لكن أنا راح أركز على إخواننا الخليجيين والكويتيين بحكم أن أنا كويتي. ليش؟ لأنه شيء مخيف. أثناء رحلتي راح أتكلم عن شغلات بسيطة وسريعة، وراح أذكر لكم شنو الشيء المخيف والرهيب والمرعب. طبعا أنصح اللي ما شاف حلقاتي السابقة الحلقتين يشوفهم، عشان الحلقة هذه راح تكمل. قلنا في السابق في الحلقات السابقة عشان أشوف عقل الفساد واشوف الشياطين الانس لازم انزل مستواهم، ولازم اكون واحد منهم واطي مو ريال متخرفن ما عنده مخ اثول عبيط خبل مينون. لازم اوصل لهالمواصفات هاي كلها تكون فيني على اساس انهم يبتدون يثقون فيني. ليش؟ نفس ما بينا بالسابق، لان استحاله اي واحد راح يعطيك معلومات او ياخذ ويعطي معك او يكون صديقك او يكون رفيقك الا اذا مشيت معاه بنفس المستوى. حلو؟ فلازم اللي يمشي معاهم واحد ما عنده كرامه، كرامته مو موجوده، واحد ما عنده اخلاق، واحد ما عنده قيم، واحد كل مواصفات الشينه فيه. ماشي؟ لما تعرفت على بعض المقاهي وبعض الديسكوات وبعض الاماكن هذه اكتشفت لي ان طبعا في شغلات معروفه بس ابي الكل يعرفها. يعني في ناس واحد عنده المعلومات وشايف بعينه بس في غيرك مو شايف. احنا هدف الحلقات هذه للشباب اللي ما فهم، مو حق الفاسدين اللي صار عمرهم 25 او 30 او يعني سامحوني. يعني احنا نبي نوعي الشباب اللي ما يدري، نبي نقول له ايش راح يصير فيك ونبي نقول له شنو المخاطر اللي ممكن تصير لك. نبلش ونعطي بعض المواقف. لما ادشيت الديسكو
يعني شفت خليجيين كل واحد مع زوجته. شلون تاكدت؟ سالت، قلت هاي من معاها زوجته وهاي كل سنه يجينا، يعني كل سنه يجينا. من الامور اللي لفتت انتباهي وحاب اني ابينها واقولها لكم، كنت اشوف رجل كبير بالسن، يمكن يعني 80 75، وواحده ما عمرها تقريبا 25 سنه، قاعدين على الطاوله. انا بس ببين هالنقاط عشان اوصلها. فلما اسال يقول هذا شو تقول البنت؟ تقول والله انا هذول اهلي اجبروني عليه، وانا ريحت اهلي واعطيتهم لابونا، الحين انا هذا اللي انا ابيه. فاي اسهر معاه البنت، مو تسكر البنت وتسولف، الشباب يتعرفون عليها، فتقوم تطلع اللي بقلبها. فانا معاه شكل، هذا بس شكل، يجي معاه يشرب كاس كاسين ويروح يحط راسه وينام وانا اكمل السهره، وبعض الاحيان انا اكمل السهره. زين من هذا؟ زوجي. هادي. فهني تبين في مساله، يعني الاهالي اللي يزوجون عيالهم او بناتهم، خاصه البنات، حق رجال كبار يعني على 70 و75، حطوا في بالكم ان 95% 90% البنات راح تنحرف، لان ما راح تلاقي قوه الشباب. هي تبي شباب نفسها، تبي حقها الشرعي. هذا الرجل ما حيعطيها حقها، يمكن يعطيها حقها بالشهر مره او بالشهرين مره، والله اعلم. ما نقول الكل، الله اعلم، وفي ناس فيهم صحه وعافيه، بس انا بقول اللي بخاطري. وهم في شباب يجون مع حريمهم ويرقصون ويسكرون، وصغار اعمارهم على 27 28 30 32، شفتهم في عيني. الشيء المحزن ان شفت الخليجيات ما شاء الله، يعني هذا بعد مو بالصيف، لو بالصيف يعني حكم رسالتي ودراستي قالوا لو تيجي بالصيف راح تشوف يعني الخليجيات اكثر من العربيات. البنات قاعد اتكلم شلون؟ قال انت ما تدري، انا قاعد امشي واكلم الناس واخاطب واسولف. قال لا تزعل منه. طبعا انا نازل مستواهم، ماخذين راحتهم. مره لهم يقولوا خليجيات ايه؟ قال تعال الصيف وشوف بعينك شلون هذول يجون مع اهاليهم، واهاليهم ما يدرون عنهم، اللي يجون علاج واللي يجون دراسه واللي يجون وناسه. وانا قاعد اسوي دراستي عن الفساد العربي، لقيت ان العربيات من جميع الجنسيات مثلا انه ما عندهم سبب، بس تقول لك احنا حاشنا حروب، احنا جوع، احنا ما عندنا فلوس، احنا لما اقعد معاهم نقول كلهم بسبب فلوس، بسبب اهلنا. ابوي جبرني ادش المجال هذا، اخوي جبرني، زوجي تزوجني ويوديني شغغ دعاره ويوديني ديسكوات، هذول العربيات. فهذا مو عذر انه فقر او انه يعني لان ماكو فلوس نشغلهم ونبيع لحم البنات يعني مو عذر قبيح يعني. لكن اللي يعني وايد ناس يسالوني اياه، قالوا الخليجيات اللي تيش محتاجه، يعني هذه يبا ما نحط لها عذر، فلوس. زين الخليجيه جايه تستانس وجايه هي تقط فلوس، شو الفساد اللي عندكم؟ يعني انا بعد احترامي لكم انا اسف اكون صادق وصريح، بس انا ابى اوعي اولياء الامور، اهالي الكويت والسعوديه وقطر والخليج كله، انتبهوا على بناتكم واولادكم، انتبهوا. سمعتهم برا قاعد توصل فوق، واللي ما يبي يصدق ينزل ويشوف. نفس ما انا سويت، انزل وافتر اوروبا وشوف واسمع، لا تاخذون الكلام مني، تحققوا وتبينوا سبب رسالة الفساد. ابي اعرف احنا وين وصلنا، لقينا احنا تعدينا فوق، خلاص تعدينا حتى الاجانب بالفساد. عندكم مثلا شفت الخليجيات، والله ودي اذكر البلد وعندي الجرأة اذكرها بس ما ابي،
خليجيات للاسف، وشيء يحزنني وشيء يضايقني. 3 ومعاهم واحدة هم خليجية، يعني 4 قاعد يترقصون. كان يجي هذا واحد كان يقول تدري هذول منو؟ قلت له منو؟ قال هذول كيت وكيت، هذول من الدولة الفلانية من الخليج، وهذه من الدولة الفلانية. قلت له ايه حلو. من متى؟ قال هذول من زمان، يجون يقلبون الديسكو فوق تحت. قلت له بس هذول صغار يعني مو كبار. قال شوف عمي، هذول جايين دراسة، خل اولياء الامور تفهم، خل تفهم. احنا ما نقول كلهم، بس شوفوا يعني ممكن واحدة من بناتك، واحد من اولادك يكون من هالناس هذه، حر، خلوه حر، لا تبكون. لو طاح في المخدرات لا تبكون. قال هذول جايين للدراسة، يخلصون بالويك اند، يجون يوم يومين يعفرون الدنيا. ويقول للاسف لا تزعل مني لان هم حبوني، انا معاهم بالفساد. قال لا تزعل مني، هذول فسادهم قوي، ملابسهم يعني شيء مرعب ومخيف. قال قمنا نعرفهم، قمنا نعرف الخليجية من العربية من ملابسها وكشختها ومن يعني ما شو نقول. طبعا انا كلامي قاعد اتكلم حتى الشباب الحين جاي دورهم، الشباب جاي دورهم. فانا حزني هالشيء، ضايقني. كان يقول لي انتم وش محتاجين؟ يقول عمي خالي هذول ليش يجون هني؟ هذولاك يجون يبون فلوس او مجبورين او حاشهم الجوع او حاشتهم حروب. هذول الخليجيين ليش يجون يقطون فلوسهم يمشون. شوف الكلام اللي يعور القلب. حب يرقع، قال انا ادري ان في بعضهم من جلسات. يعني ما شاء الله ما استحي اقول كذي. يعني لما يقول يعني الواحد يمشي وده يغطي وجهه صراحه. يعني انا اسال اقول وين اولياء الامور؟ شنو الثقه الزايده؟ اعطيتوهم ثقه، خل تكمل برا، يلا هاي كملوا. انا ما اقول لك كلهم ما ارجع لان في ناس وايد تهاجمني، انت لا تعم، وانت اللي تقول لا تعم انت لو عندك عقل ما كنت قلت كذي. اكو واحد يعم على شيء؟ اكو واحد ما نعم يبا احنا، لكن نقول الفساد عالي زايد. اي نعم بالخليج اعلى الفساد، انا اقول لك اعلى باللي شفته وسمعته، اعلى الفساد مو 50% لا الفساد اعلى. هذه كلمه حق. ودوهم مدارس خاصه، ودوهم مدارس انجليزيه، علموهم على الحريه، علموهم طلعت البنات والاولاد بكيفهم، انا بروح واطق لي كاس واشرب واطق لي حشيشه. المهم واحده داشيه القهوه صار لها يومين 3. شو سمعوا السوالف؟ بس ابيكم تسمعوا خليجيه. ها انطلت القهوه تخلص، وراعي القهوه هذا انا صديقي اعرفه وفي شهود على الكلام، يبي يشطب. قال ايش تبين؟ قالت لا انا بشرب شيشه. قال انا بسكر. وقاعدين كم واحد ورا. قالت له شوف انا ما راح اخليك الا تجي معي الفندق، يا اني اصرخ والم عليك الناس واقول تحرش فيني وافضحك فضيحه، يا انك تيجي معي الفندق تفعل فيني وتنكحني. والله ما اخليك، والله ما اخليك. خليجيه انا جبت لك اياها من الاخير. وظلت ماسكه الريال. طبعا الرجل هذا قال لي الموضوع هذا، قلت له هاي خلي، قال لي والله العظيم يقول لي هذا ولا شيء اللي انا قاعد اقوله ولا شيء. وهم يجون يصيدون الرجال، هم يجون في المارينا مثلا ويلحقون بعض الالمانيين. ليش؟ يقول لك مثلا مثال الكويتيه ما تبي كويتيين، السعوديه ما تبي سعوديين، الاماراتيه ما تبي اماراتيين، عرفت؟ واكثر الاحيان يبون مثل الالمان، يخافون لا يفضحهم، يخافون لا يمسكهم، يخافون من الحكي هذا. هذه حقيقه، احنا ما يبنى شيء من عندنا، كلام يعور بس هذا حقيقه. فهم يجون باختصار يخلصون جوهم ويجون على الجنسيات العربيه، وانتم عارفين الموضوع اللي يعور.
انا بقول لكم شيء خطير جاي بالطريق يا عيالنا يا بناتنا، سمعوا جايكم شيء خطير جدا والله، شيء مرعب. المهم انا جيت سويت حلقات تمثيليه في بعض الديسكوات بدون تصوير، لان تدرون التصوير ممنوع، لو مسك كاميرتي ما يرضون. فقلت خلني اختبر، اسوي اختبار عن المساطيل واهل الكوك واهل المخدرات والخمور اسوي. فدخلت قعدت بطاوله، اخذت وضعي عدل، شفت الاجواء، درست الاجواء، ابي اعرف هذول شنو متعتهم. انا مو قاعد اشوف الا شياطين. قلت خلني اوريهم شكلهم، خلني اوريهم حقارتهم وسفالتهم وانحطاطهم. قمت سويت اللي ما حد سواه في الدنيا، هسترت، وريتهم هم يسوون كذي، وريتهم شكلهم، يعني وريتهم هذا شكلكم شوفوا. هي من هبلله، هي من غباء، هي من مجنون، هي من، يعني سويت كل الاجواء على اساس انا قلت ابي اخليهم يخافون هذا شكلكم، هذا منظركم، هذا وضعكم. سمعوا شو اللي صار، ارجوكم سمعوا. السبب الاول ابي الناس الفاسدين يتعرفون علي واخذ، وفعلا هذا اللي حصل. تعال كم رقمك، ما ادري شنو، والله انت جوك حلو، والله ما ادري شنو، والله. السبب الثاني اللي مبلشين توهم بالمخدرات وبالمشروب، شوفوا شنو وضعكم لما ترقصون وشوفوا شنو شكلكم. يعني سويت حلقات تمثيليه، حتى اللي معاي اقنعتهم انه فعلا، تخيلوا اللي معاي اعواني قالوا انت ايش ماخذ. المهم الجو اللي سويته ما يسوي مينون، الجو اللي سويته جو خسيس وجو والله مهما اقوله ما له وصف. سمعوا يولي شباب وبنات، انا قلت عيني يقول شو مسوي بنفسك، شو مبهدل بنفسك، ليش؟ السلام عليكم، هلا والله، هلا شلونك، سوالف سلام، هلا حبيبي. قال امس تكفى انت ايش ماخذ، ابي اعيش جوك، ابي اوصل مرحلتك. تبي توصل مرحلتي؟ يعني انت عاجبك الوضع؟ اوف انت احسن واحد، ولك انت شنو جوك، ماخذ راحتك، حريه شنو ماخذ، شنو الكيف اللي ماخذه. والله لو تعطيني اياه ب1000 يورو اخذه، بس ابي اوصل جو امس هذا مال. شلون وصلت كذي؟ جيت أأدبهم، جيت أوريهم، لا طالبوني بشنو كيفي وبشنو متعاطي، على أساس نوصل مرحلة الانحطاط، المرحلة الخسيسة، المرحلة الندلة، المرحلة اللي ما فيها كرامة، المرحلة اللي ما فيها رجولة. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وين يبي يوصلون؟ وين يبي يوصلون؟ ماني عارف هم وين يبي يوصلون. يعني ماني فعلا عارف انتم وين ايش تبون. يبون الواحد ياكل القاع، يزحف، نبي نزحف، ناخذ نفسه نشم ولا نقز، وين يا شبابنا؟ البنات بدل لا ينحاشون مني، لا قام يرغمون فيني. تعال انت ليش؟ يبون المينون، يبون الخبل، يبون راعي الكيف، يبون اللي يمشي يكلم الكل، يبون اللي يمشي ويرقص، ميوزك غير، يعني اغنيه غير ورقصه غير. سويت بلاوي، لكن للاسف 90% فيهم من الشباب ومن البنات يبون الكيف ويبون يصادقوني وحبوني هلا والله حبيبي هلا طاقه، يبون يعرفون الكيف. ومنهم من خاف قال اوه شنو هذا اللي تو مبلش بالخمر مثلا، شو الوضع؟ قليل، يعني 90% استانسوا و10%. ما جيت لكم بالشغلات السنعه، سمعوا انا بين لكم بالشيء المخيف والمرعب. طبعا شفت بعيني، شفت اللي متزوج مع زوجته وياخذ الجنس الثالث ويقعدون بالفراش وجماعي، واخر شيء ينكح الجنس الثالث وما ينكح زوجته. مو انا قلت لكم بعقر الفساد، انا واحد من الفاسدين، انا واحد من الشياطين، كل شيء اعرف، خلاص انا من بينهم، انا مجموعتهم. تعرفت على شبكة المخدرات، عرفت شلونهم، شلون يا عيالنا يا حبايبنا.
يعطونكم مخدرات وانت قاعد. هذا بالشوف واشوف، انا واحد منهم ما اتكلم، استحال. يطلب خمر يحطوا له مخدرات عشان يدمن، او يحطوا له نوع من انواع الحبوب. يخلونه يدمن يا شباب، يخلونكم تدشون يعني حتى لو انت ما تبي مخدرات، حتى لو انت تقول انا بس كيفي خمور، هم اللي راح يسحبونك غصبا على شاربك وغصبا عليه اختي، يسحبونش من شعرش، يغشونش غش بالاكل بالماي بالخمر لما تصير مدمنه. هذول المافيا المخدرات يبون اكبر عدد ممكن من الشباب يطيح في المخدرات عشان يشترون منهم. يعني لا تحط بكيفك او براسك اني انا حدي خمر وكاس كاسين، لا الكاس كاسين ممكن يوم من الايام تطيح. يعني شفت المافيا شلون يفكرون، وكانوا يقولوا لي احنا نسوي شفت هذا راح ندخله بالنوع من انواع مثلا المخدرات، مثلا الشم، شلون وهو سكران يحطون شويه وهو ما يدري يشم، يقول له شم تبي تصحصح، يقول لك بصحصح، يحطوا له يشم، يقوم ياخذ الجو حلو. ثاني يوم شممتني نوع من انواع الكوك، صححك خلاك فريش، اعطاك باور. ثاني يوم يطلب وشوف كم الجرام الكوك. يعني يدخلونكم بالمخدرات غصبا عليكم. مجرد ما تدش بالمخدرات اعلم انك راح تبيع بنتك وشرفك وعرضك وانتهى. وحتى انت يا اختي تدشين في المخدرات يعني انت ضعتي، انتهيتي. انتبهوا الحين جايكم الاقوى. وشبكه من الشبكات الدعاره اللي كيف، تعال شنو كيفك؟ ايش رايك اليوم جماعي؟ شنو تبي؟ تبي من المخنثين، تبي من الجي مع بنات خلط، او نوديك مكان واستانس وعيش. يعني ابشع انواع الشذوذ قدام عيني، الكل مع بعض، خليجيين وعربيين. ترى ما في اجانب، ها؟ كلام كله ما في اجانب. اصلا ممنوع الاجانب يدشون بيننا. احنا قلنا الشبكه الاولى مالت المخدرات شلون تصيد الشباب وتعطيهم وتقشهم عشان يشمون او يبلعون، او يعطونه حبه وهو تعبان ويقوم يصحصح. شنو هالحبه؟ يقوم يدمنها. هذا اختصاصهم، ها؟ دشيت بينهم وعرضوا علي ابيع، لان واحد منهم والله يستر الله يستر يشوفون افلام هاي ويضيعون. يعني عرضوا ان علي اني ابيع وامشي. وقلنا على شبكه الحين الدعاره عدل، تعال شنو مزاجك نسوي. وشفت قلت لكم الجنس اللي مع زوجته واللي نام مع الرجل، رجل مع زوجته مع جنس ثالث، نام مع الجنس يعني فضل الجنس الثالث على زوجته ونام، وفي نفس الحاله نام مع الجنس الثالث وزوجته. يعني انواع غريبه وعجيبه، انواع تعور. سمع الحين اللي جايكم هذا، سمعوه. شبكه التصوير. اسمع يا السكران، اسمع يا المحشش. هذه شبكة التصوير. أول ما ترقص في الديسكو يحطون لك ناس يصورونك. هذا نوع من أنواع. وبعدين يدقون عليك تليفون يقول لك ترى صورناك وأنت ترقص وحطينا وجهك، يا تعطينا فلوس يا ننشر بالسوشيال ميديا. يعني أنتم يا بناتنا ويا شبابنا معرضين للخطر. وعلى فكرة 90% من الديسكوات يروحونها الحين كلهم مصورينهم ومسجلينهم. هذه الشبكة بس عشان يهددون. هذا الشيء بينهم أنا الحين. الشبكة الثانية نفسه بتصوير. تقوم تواعد الكويتي أو السعودي أو القطري أو الإماراتي في شقة، تعال شقتي، أو تروح شقته، تقوم تحط التليفون عند مكان معين وتصور اللي قاعد يصير. هو ما يدري، هم هذول متخصصين بكذي. يعني هذول مو بس دعارة، لا مو دعارة، هذول تهديد. يعني على طول احنا نصورك ونفضحك. ايش تبون؟ فلوس فلوس فلوس. هاي وظيفتهم، هذه وظيفتهم. يدورون هالناس ويصورونهم. يصورون بكفي، وهو ما يدري قاعد ويصورون فيه، هو ما يدري يصور. انه ابو ماسك التليفون طقطق فيه وهي قاعده تصوره. فجأة تهددت، ادزها التليفون هذا التصوير هذا حق اهلك
ادز حق جماعتك احطه في السوشيال، تبين عطني كل شهر 1000 يورو. ما عندي. وفي ناس على فكره انتحرت من كثر التهديد، ما عنده انتحروا، معروفه القصه هذه. خلكم معاي يا بناتنا يا اولادنا، صوروكم بالديسكوات، صوروكم وانتم جماعي وبالجنس، خلكم معاي بعد شوفوا اللي اكبر واادهى. قالوا هذول بنات، طبعا انا قاعد مع بنات لانهم حبوني واستانسوا على جوي وشافوني هبلوله وغبي ومو صاحي، قال هذا اللي مو صاحي نبي نسولف معاه، فدشوا معاي في الجو. قلت لهم بعد شو بس هذا شلون؟ ما شاء الله والله انتم صح 100% يستاهلون. هم اللي قطوا نفسهم، انا قاعد اقول يستاهلون. يقول ايه خلي تأدبون، جايين احنا مو لاقيين ناكل وهم جايين هني يستانسون، خلنا نهدد فيهم ونلعن والدينهم. زين بس هذا تسوون؟ قال لا هذا ولا شيء، نحط بعض الاحيان التليفون وهم يتكلمون نسجل صوت. اذا تكلموا في السياسه في اي شيء في اي موضوع نسجل صوت. بس لا، التانجو برامج محادثه الصوتيه زاد الفيديو، في برامج تسجل الشاشه كلها، نحطه وهو ماسك الذكره، انا اسف سامحوني، ولا مسوي حركات ونصوره ونظل معاه شهر شهرين، بعدين نبتدي نقول له ترى كل هالافلام ندز له اياها واتساب، وها عطنا فلوس، اذا وهو يصرخ حرام عليكم انا سويت لكم، لا انت مبين انت، ندز هالفيلم وين؟ على السوشيال ميديا نضحك. وايد ناس طايحين فيها والحكومه ما تدري. وطبعا هذا المفروض اللي يصير فيه كذي يروح يشتكي، لان هذه الشبكه هاي وضعها تهديد في تهديد. يعني باختصار انت يلي تقول بروح اشرب وراح اسهر، انت راح يصورونك، وانت ترقص يصورونك، وانت تروح ندوم. هاي شبكه كبيره واكبر من الدعاره واكبر من المخدرات. هذه الشبكه الحين قاعد تطلع مليارات على مستوى العالم، وانت قاعد في التانجو، وانت قاعد في الصوت والصوره، جميع البرامج، عفوا يعني مو بس تانجو، كل البرامج انت قاعد يصورون الشاشه وقاعد وصوت وصوره. تصور عاد الفضيحه. انا ما سويت هالدراسه الا عشانكم، وكان يعني قاعد اقول لكم والله العظيم اقسم بالله كل اللي قاعد اقوله انا شفته في عيني. ووروني ناس مصورين، وروني ناس واصله من الخليج، قالوا تبي تشوف؟ شوف هذا ما عرضناه بس احنا نعرف متى نعرضه، تبي تشوف؟ شوف. ليش ما عرضتوه؟ ناطرين يدفع اكثر. شخصيه معروفه بعيني بدون ذكر، شفت من الكويت شخصيات معروفه، شفت من السعوديه، شفت من الامارات، شفت من قطر، يعني وروني والله ثم والله. وشفت الناس اللي مو معروفين، واحد اللي يتكلم عن عياله ويتكلم عن زوجته واللي مصورينها، بس ها كل ما يبون فلوس عطنا. يعني انتبهوا، غير انكم راح تبيعون شرفكم وعرضكم بسبب المخدرات ولا الخمور والسهرات. انتبهوا يا بنات، انتبهوا يا اولاد، راح يصورونكم، يمكن انتم مصورينكم انتم ما تدرون، ويمكن في اي لحظه فيلمك يطلع في السوشيال ميديا. انا ما دخلت هالمجال الا عشان خاطركم وتعبت وايد، لكن يعلم الله ويشهد علي الله، هذه حقيقه. مافيا التسجيل والتهديد اكبر مافيا في العالم. حتى المكالمات يسجلون مكالمات السكس، يعني تصوروا حتى المكالمات يعني يسجلونها، ما خلوا شيء ما سووه. هذا اللي انا بقوله. انت الحين شنو استفدتوا؟ شنو استفدتوا؟ بعتوا نفسكم للشيطان، ما خليتوا شيء ما سويتوه. يعني بمجرد انت ما تشرب اول كاسين خمر تتحول، او مجرد ما تشم شمتين او حشيش تتحول. من اللي يحولك؟ الشيطان، يتلبسك يخليك تسوي شغلات عكسك تماما.
من رجل إلى رجل بلا كرامة بلا أخلاق بلا أي شيء. هذا شفته بعيني، ريال محترم أخلاق قيم، شرب خمر كوك حشيش نزل مستوى. الله معطيك نعمة العقل، قعدت مع محششين، قعدت مع نعمة العقل، يشرب الحشيشة عشان عقله يفوت ويضحك على أي شيء ويصير مهزلة ومسخرة. يعني هو يشرب الحشيش عشان يضحك وتعطيه جو ويصير عينه طايحة ووجهه ولسانه ثقيل، يوصل نفسه مرحلة واطية. يعني الناس هذه قاعدة تدوس على راسه، هو يحب المسخرة، هو يحب الإهانة. قبل لا أختم، لأولياء الأمور، ديروا بالكم على بناتكم، ديروا بالكم على عيالكم، تابعوهم، راقبوهم. ترى قاعد أشوفهم مقططين بكل مكان، اللي طايح سكران بالشارع وشيله، طايح خليجي وشيله بإيدي وزواعه علي. والبنات اللي مو قادرين يمشون ياخذونهم، يشوفون بنت سكران ياخذونها يفعلون فيها 3 4، وكلهم اكثرهم يكملون دراستهم او فسحه او وناسه، اكثرهم يا دراسه بالخارج. انا بالخارج، انا شو اللي بوصل له؟ احنا ما نقول ما لا، يعني لا نعم، انا ما عم، لكن ديروا بالكم الفساد قوي. خليني اعطيكم قصه، معي اعوان فوق ال6 معاي وعارفين شخصيتي انا منو. هالاعوان اللي فوق ال6 4 طاحوا بالفساد معاي، يدرون ان تمثيل، يدرون ان دراسه، يدرون ان قاعد اسوي بحث قوي. من ال6 4 طاحوا بالفساد. شوفوا قوه الفساد، يعني هو يدري ان هذا تمثيل، يدري ان هذا كله اي كلام فاضي، عاش الفساد. واختلفت معاه متهاوش معاه، قلت وين رايح؟ انت وين؟ اصحى اصحى، يبا قاعد ما يبي يفهمون. حبوا الفساد، استانسوا عليه، عشقوه. الفساد قوي لدرجه يا جماعه، الفساد والله قوي جدا جدا لدرجه انتم ما تتصورونها. ديروا بالكم على بناتكم. اللي يقول لي بودي بنتي تكمل دراستها بالخارج، بقول له امسح شاربك. اي ثقة هذه اللي عندك؟ اي مخ؟ اذا ما اختربت رفيجاتها يخربونها. ونفس الكلام عيالكم، مو بس البنات، حتى الشباب. حطوا في بالكم اكثرهم لك وحشيش. انزل حق عيالك قول له تعال سوي فحص دم مخدرات وشوف بعينك. انزل تابعوا، ما نقول ما نبي علم، تابعوا وراقبوا، ربوا صح. اذا ربيت صح ما يخالف، تابع. والله لو اربي شنو انا؟ لازم اتابع التلفون، لازم اسافر له، لازم اروح له، لازم احذره ليل ونهار، والباقي على الله. واحذر اهل السوشيال ميديا واهل البرامج، الصوت والصورة. ترى اكثركم المافيا هذه لامتكم صادتكم، وراح تجيكم رسائل تهديد. تذكروا كلامي، قولوا انا قلت. عموما انا ختمت وخلاص، الله يعطيكم العافية. انا راح اوقف رحلتي لاني فعلا تعبت، لاني كل ما اتعمق اكثر كل ما انصدم اكثر. فراح اوقف رحلة الفساد واوخر عنها، لاني فعلا قاعد احس بخطر. كل ما اتوقل كل ما يتمسكون فيني اكثر، يعرضون علي شغلات وبلاوي سودة، يعرضون علي بيع المخدرات، يعرضون علي اكون جارد حق بنات، جارد حق شباب. يعني وصلت مرحلة بصراحة مخيفة، فقلت لازم اسحب نفسي قبل لا يطيح الفاس بالراس، وقبل لا الافلام هذه اي واحد يشوفها وينشرها. الافلام هذه يقول شوفوا هذا اللي سوى، هذا اللي انتم مصدقينه طلع. لاني انا شرطي، لاني مباحث ولا شيء، انا رجل اعلامي قاعد اسوي رسالة، قاعد اسوي بحث، ومن حقي اسوي البحث. والبحث هذا بخدم فيه اهلنا وناسنا وعزوتنا العرب والخليجيين. يعني ما ضريت احد الحمد، لا قلت اسامي ولا بقول اسامي، علما باني حتى الشخصيات هاي شفتها بعيني، الكويتيه والاماراتيه والبحرينيه اللي مصورينهم ما يدرون بالفراشات، محادثات، يعني بلاوي سوداء. فانا حبيت احذركم، ديروا بالكم، ونشوفكم بحلقات اخرى. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متحدين نقف، متفرقين نسقط.
ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير؟ ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يكبر. سنبوح بكل خواطرنا بظلمة جهل نتحرر لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر يتفكر. فخواطرنا تلهمنا ولإحسان ترشدنا. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتفكر.